كان عندنا نظام في جسمنا ان احنا كل يوم ممكن نرجع لحالتنا الطبيعيه بشكل عام، او ان احنا نعمل كل يوم صيانه دوريه. يبقى الجهاز المناعي انا بسميه الجهاز المسؤول عن الصيانه الدوريه للانسان مدى الحياه. يعني معنى كده اي مرض عندي نتيجه خلل في الجهاز المناعي، اللي عنده سرطان ايوه، اللي في عمري جاله حصبه ايوه، اللي جاله الفيروس المخلوي والتنفسي في عمري اللي ما جالوش يبقى كل امراضنا اصبحت لها علاقه بالمناعه. يبقى معادله كبيره جدا، الامراض بتساوي جزء وراثي وجزء بيئه وجزء مناعه. مهم جدا. انا دلوقتي ممكن حتى لو عندي حاجه مخلوق بيها وراثيه ممكن العب بقى في الاثنين، العب في الجانب المناعي والعب في الجانب البيئي. يعني مثلا واحد اتولد، فرضنا واحد اتولد عنده حساسيه للكيوي واكل كيوي كتير، هتجي له حساسيه. طب انا عرفت ان هو ده كان عنده استعداد وراثي هيجي له حساسيه للكيوي، طب ما اكلش كيوي طول عمره هيجي له حساسيه منين؟ الثاني اتولد عنده استعداد للحساسيه ان هو يجي له حساسيه مع التبغ، امه كانت بتدخن، جدته مع جدته، شوف بقى جدته كانت بتدخن وهو واخد الجينات منها، هيطلع عنده ربو. طب انا حرمته من التدخين طول عمره مش هيجي له حاجه. الثاني لا، اتولد وكمل. ما هي البيئه اللي ممكن تكون متناسبه مع العامل الوراثي اللي عنده؟ البيئه اصبحت مهم جدا. شفت انت حصل ايه في تغير المناخ في شرم الشيخ؟ مهم جدا ان في علاقه بين تغير المناخ وزياده امراض الحساسيه. مش بس كده، حتى ثاني اكسيد الكربون، حتى البصمه الكربونيه اما بتزيد ده بيزود امراض الحساسيه وينقص المناعه. كل واحد في البشر اللي ماشي في الشارع في الاسكا، في امريكا، في جواتيمالا، في المكسيك دلوقتي بيدخن سيجاره، سعاده الباشا ده بيزود البصمه الكربونيه في العالم كله 14 جرام. يبقى ده هيزود لي الحساسيه في الفيتنام. شوف بقى ازاي. يبقى كل واحد فينا ماشي في الشارع وفاكر ان هو بيدخن بره بيته وبره شغله وهيطلع يدخن في الهواء الطلق زي ما كانوا فاكرين زمان. التدخين في الهواء الطلق يلوث الهواء على بعد 30 قدم. يعني اللي ماشي جنبي عكسي هيشم وهينضر، واللي راكب سياره وماشي وراكب موتوسيكل وماشي جنبي واحد بيدخن هينضر. يبقى اصبح في علاقه مهمه جدا بين تغير المناخ والنمط الحياتي للانسان الخاطئ. الخاطئ ده عليه علامه استفهام كبيره جدا وخطوط تحتها حمراء كتير. الخاطئ لان الامراض اللي بتجيلنا دلوقتي نتيجه اخطاء من الانماط الحياتيه للبشر.